العلاقات في المغرب أولا بعبارة أخرى مصاحبة كيف كيسميوها. صراحة هذا المصطلح ما كيعجبنيش حيت مهم نعطيكم واحد اللمحة. من الصغر كنسمعوا راه فلان تصاحب مع فلانة، كان هادشي كيجيني صراحة تبرهيش، حيت ما في الصغر ما كنتش كندير هاد التصرفات، دونك هادشي كيبان ماشي هو هذاك. يعني هاد الكلمة ما كنبغيش صراحة نخدمها، حيت كتبان لي العلاقة بين جوج ديال الناس خصها ما يكونش فيها التفلية، حيت من صغرنا وحنا كنشوفوا اي واحد صاحب في الصغر واش كيتزوج، يعني منطقيا واش واحد صاحب مع شي وحده في السابعه ولا في السادسه ولا في الثامنه واش غيتزوج ولا لا؟ اذا هذاك تخربيق. ندخلوا دابا للموضوع. من الاحسن نسميوهم علاقات، صافي نسميوهم علاقات. هاد العلاقات يقدروا يكونوا في الواقع كيف يقدروا يكونوا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي في الغالب الفيسبوك دابا ولا حتى الانستغرام. دابا كيكونوا جوج دري وبنت هضروا بزاف بيناتهم، الاحترام، تعرفوا مزيان، وصلوا لواحد الدرجه ديال كل واحد فيهم كيتسنى الاخر يدير ديك البادره او المبادره. يعني صافي كل واحد عارف الاخر راه حاس بشي حاجه، كيكون في الغالب اعجاب، ولكن خايفين يهضروا. كل واحد خايف يهضر ولا يلمح الموضوع اعجاب اللي كاين، ولكن حتى واحد ما قادر يبدا. ممكن هنا كيتدخل الخوف من انهم بجوج خايفين يخسروا ديك الصداقه، حيت كيقولوا ممكن يسمح فيهم الطرف الاخر، او كتدخل الكرامه حقاش ما نبداش انا حقا يبدا هو ولا تبدا هي، وبزاف ديال المشاكل وبزاف ديال التاويلات والاحتمالات. المهم اللي نقول لكم هو البنت من الاحسن ما تكونش البادره من عندك. ممكن الدري يقول هذه طايحه فيا عمياء ويعجبو راسو ويتكبر، وانا غيوافق طبيعه الحال، يقدر يوافق يقدر ما يوافقش، المهم حنا نمشيو مع الحاجه الا وافق. ولكن غتبقى ديما ديك اللقطه ديال انت حقا اللي بديتي وبغيتيني. انا ماشي كنقول راه كاع الدراري غادي يبقى يفكرك في ديك الشيء او لا غير مع راسو غيفكر فيها، لا، كاين واحد النوع اللي كيتقبلها عادي. ولكن حنا في مجتمع ذكوري اللي مازال ما وصلتش لينا ان الدري ماشي غير هو اللي يكون ديما كيبدا، وحتى البنت عادي انها تهضر، يعني مازال ما تطورناش. راه حتى في الشعوب الغربيه باقي عندهم هذه العقده، باقي عندهم صراحه ما نسميوهاش عقده، ولكن من الاحسن هادشي اللي خصو يكون صراحه، من الاحسن يكون الدري اللي كيبدا. اذا فكري مزيان وشوفي غير من بعيد، وزيدي تعرفي على الدري اكثر. من الاحسن ما تكونش شي بادره يعني مباشره، يكون واحد تلميح واحد، ولكن مبادره من الاحسن لا، او مبادره من الاحسن ما كايناش، بخصوص انت اخي. وي نعم البادره كيف قلنا خاصها تكون من عندك، ولكن قبل ما دير اي حاجه فكر مزيان واش ناوي المعقول بصح، واش نيتك حسنه باغي تزيد تعرف عليها، وعلاش لا تبغيو بعضياتكم وتكون شي حاجه جديه للزواج. انا كنهضر على العلاقات اللي كيوصلوا للزواج، ماشي على شي واحد كيتفلا وباغي غير يدوز الوقت. هنا لا، خلي عليك ديك البنت في التقار، هي ماشي فقر تجارب تجرب فيه او لعبه بين يديك تستغلها باش تاخذ الحنان حاجات اخرى وترجع ليها فوقاش ما بغيتي. هي روح، هي قلب الحياه، كتسنى منك انك تفهمها وتحن عليها، توقف معها في اي موقف، تسمع ليها هضرتها كامله ولو تبان لك تافهه، تشوف معها الاحلام ديالها. هي محتاجه لك باش تحسها شحال هي مهمه في حياتك، وبلي انت ما قادش تزيد بلا بها. محتاجه لك تبين ليها اللي هي غير هي اللي كاينه، وهي مميزه بزاف واختاريتيها من وسط كاع البنات. غادي نوقف هنا واحد شويه باش نشرح واحد النقطه. ما خصكش تختار في الوقت اللي كاينه غير وحده. نتمنى نكون وصلت الفكره. مثلا كنتي في واحد الوسط خدام او كتقرا او لا، وبانت لك غير وحده، يعني وحده اللي قدرتي تتواصل معها، او لا وحده اللي قدرتي تهضر معها وتوصل ليها وعجباتك، ما خصكش تزرب وتمشي تهضر معها. علاش؟ حيت خصك تختار، يعني خص يكون بزاف ديال الاختيارات وكاملين عاديين، وحده اللي جذباتك، ماشي فقط غير حيت هي اللي كاينه غادي توافق عليها. وحتى انت كذلك اختي، ما يمكنش اول درجه عندك توافقي عليه صافي، ما عندها معنى، حيت من بعد غادي يبان لك واحد اخر احسن منه، من بعد غادي يبانوا فيه شي عيوب. يعني خصك يكونوا عندك كيفاش نفسر. دابا الا مشيتي لشي محل ديال الحوايج، كنعتذر على هذا المثال، راه بطبيعه الحال الناس ماشي حوايج، هذا غير مثال فقط، كنقللش من القدر ديال الناس. وبغيتي تختار شي كسوه البنات، واش غتمشي لشي محل كتباع فيه وحده ياك وتعجبك وتديها؟ مستحيل، هذه ما كايناش. خصك تمشي لشي محل اللي غتلقاي فيه على الرمل كساوي، وتشوفي الانواع كاملين والاشكال كاملين والاحجام كاملين، ومن جميع الخصائص اللي يقدروا يطيحوا لك على بالك.
وانت كذلك اخويا الا باغي تختار شي حاجه، شي طوموبيل مثلا اولا شي صباط، واش غتمشي مقصد لشي واحد؟ راه ما يمكنش. خصك ضروري تحطو قدامك الاختيارات كاملين وتعزل منهم هذاك اللي فعلا بغيتي، حيت الا ما درتيش هاد القضيه من بعد غادي تندم، من بعد غتزوجي بشي واحد وابخي غادي يبان لك فيه شي عيوب، غادي يبان لك واحد اخر احسن منه شويه، غادي تقولي كون غير صبرت شويه حتى يبان، ممكن كان هذاك غادي يبان. انت كذلك ممكن كون صبرتي كانت غتبان واحده اخرى احسن، كانوا غيبانوا اختيارات اخرى اللي كنتي غادي تختار وغادي يبان لك فعلا انك عرفتي تختار. يعني ماشي غير صافي اول حاجه جات تمشي لها نيشان. نرجعوا للموضوع، هاد البنت محتاجه ليك تختار ليها ومعها كل شيء وبابسط الاشياء والتفاصيل المميزه اللي تقدر تطيح لك على بالك. ما راك تعاملها بحال شي بنت صغيره، دير ليها خاطرها، ما تحاسبهاش على اتفه الاشياء، وبزاف ما يتقالوا اللي مازال غتكتشفوا كل ما قربتي ليها. اذا واش بصح مستعد لهذا الشيء كامل وكثر؟ الى نعم مستعد، تقدم، هي غديرك وسط قلبها وما عمرها تاذيك، حيت لقات فيك كل شيء: الصديق، الاب، الام، الاخ، الاخت، واخيرا عاد الحبيب. راه هادشي كامل خصو يكون، راه ماشي غادي تجي وغادي تكون فقط زوج لديك الانسانه، خصك توفر لها كل شيء، تكون صديق ديالها، حيت ملي غتزوج واش غتخليها واش تخليها يكون عندها شي صديق؟ ما يمكنش. دونك خصك انت تكون الصديق ديالها، تكون الاب، ما غاديش تكون الاب بصح، ولكن من واحد الناحيه تحاول تكون بحال الاب. راه كاين اب واحد تكون الام ديالها اللي غادي تسمع ليها، غادي تعاود لها، الاخ اللي كيحميها، اللي كيخاف عليها، الاخت اللي كتسمع الاسرار ديالها وتعاود لها اي حاجه بلا ما تحشم، عاد غتكون الحبيب ديالها. يعني هادشي كامل خصو يتجمع فيك. وإلا كنتي لا ومستعدش لهذا الشيء وما فيك ما تقيل تسمع ليها وتسمع لهضرتها، هي مسكينه باغا تعاود شنو داز عليها وعلى نهارها، من الاحسن بقى بعيد وبقى غير صديق، من الاحسن.